تاريخ المغرب مليء بالقصص والحكاوي نقلتها الأجيال عبر مر السنين من كل ربوع المملكة المغربية، منها ما هو حقيقي ومنها ما هو أسطوري. لكن هناك حكاية قدرت تتربع على عرش الحكاوي الشعبية المغربية، حكاية خرجت من عمق منطقة عبدة، حكاية خربوشة والقيد عيسى بن عمر. وهي الحكاية اللي تعودت برواية سردية وحدة، وهي الرواية اللي شيطنات عيسى بن عمر وخلاته يبان قدام المغاربة على مدى عقود من الزمن. القيد السفاح اللي كيقتل وكينهب عباد الله بلا رحمة ولا شفقة. وهذه مغالطة تاريخية كبيرة، ومن باب الإنصاف نقولوها وبدون أي تجرد. وهذا ما كيمنعش أن عيسى بن عمر كان قاصي في إخماد ثورة ولد زيد، وهي القبيلة اللي كانت كتنتمي لها خربوشة. وفي الفيديو ديالنا اليوم غنعاود لكم الرواية الأقرب للحقيقة، ونتمنى نكون موفق في ذلك. ومع السرد ديالنا للحكاية غنتجولوا مع بعضياتنا في قصر عيسى بن عمر، اللي كان هو منبع القرارات المصيرية في هذيك الحقبة، وللأسف ولا الآن عبارة عن أطلال. ونتمنى إلى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب، ونبداو على بركة الله. هذه صورة يعتقد أنها للقيد عيسى بن عمر، ترسمات بالليل في مدينة فاس في سنة 1911، وكان القيد في عمره 69 عام، ورسمها ليه نقيب فرنسي اسمه برنار. وتم اعتماد هذه الصورة من طرف الكاتب المصطفى فنيتير في كتابه عيسى بن عمر العبدي قائد عبده وزير البحر. وأشار للصورة أيضا المؤرخ المسفيوي إبراهيم كريدية في أحد الفيديوهات على قناته في اليوتيوب. في البداية نتعرفوا على بطلي القصة، وبطبيعة الحال النساء أولا. وشخصيتنا هنا هي خربوشة كما هو معروف عند عامة المغاربة، لكن اسمها الأصلي هو حادة أو حويدة. كانت كتنتمي لقبيلة ولد زيد بنواحي مدينة آسفي، وتسمات بخربوشة بسبب ثقوب في وجهها من آثار مرض الجدري. وكان أيضا كيطلق عليها اسم زروالة، وهو اللقب اللي كيتقال لبنات اللي عيونهم زرقين. وكانت ملقبة أيضا بكريدة لأن شعرها كان مجعد، أو كرد كيف ما كيتقال عليه بالعامية، وأنها كانت شيخة، وفي رواية أخرى أنها كانت شاعرة. الشخصية البطلة الأخرى في هذه الحكاية وهو القيد عيسى بن عمر، أحد أبرز القيادات في تاريخ المغرب. تزاد في سنة 1842 بالبحات على نواحي مدينة آسفي، تربى تربية عسكرية قوية في صغره، ولا قيد من بعد وفاة خوه القيد محمد بن عمر، وتزوج بأرملة خوه لاله أم هاني باش يراعيها هي ويراعي وليدات خوه. كان سلطان المغرب في هذه الفترة هو السلطان الحسن الأول، وكانت كتربطه صداقة قوية مع القيد عيسى بن عمر، لدرجة أن السلطان الحسن الأول زوج أرملة بواه السلطان محمد الرابع لاله فاطمة بالقيد عيسى بن عمر. وكان عنده دور كبير في رفع مكانة القيد عيسى بعد معلومات وتفاصيل حياة القصور والملوك. شغل القيد عيسى بن عمر منصب وزارة الخارجية، أو كيف ما كان كيتسمى في ذاك الوقت بوزارة البحر، وكان أيضا وزير الشكايات واللي معروفة الآن بوزارة العدل في فترة حكم السلطان مولاي عبد الحفيظ ابن صديق الراحل السلطان الحسن الأول، اللي اختار الحكم في ظل أحداث غير مسبوقة في تاريخ المغرب، وغنرجعوا ليها لاحقا مع الأحداث في هذا الفيديو. لكن كل ما ذكرنا بالنسبة للقيد عيسى بن عمر كيبقى على الهامش، لأن شهرته جات بسبب الأحداث اللي وقعت ليه مع قبيلة ولد زيد، فترة كان عايش فيها المغرب مشكل سياسي كبير بعد وفاة السلطان الحسن الأول، بحيث أن ولي العرش مولاي عبد العزيز كان في عمره 11 عام فقط، يعني أنه مازال قاصر. وهو اللي خلى بو أحمد صاحب منصب السطر الأعظم آنذاك، اللي كيهادل الآن منصب رئيس الحكومة، وهو الوصي عليه، وبذلك ولا هو الآمر الناهي في المغرب، واستغل الترفيه وبدا كيطلب من القياد ضرائب كبيرة. وللمعلومة هذا بو أحمد هو اللي بنى قصر الباهية في مراكش. تفرض على قياد المغرب يفرضوا ضرائب جديدة على الناس، وعيسى بن عمر بدوره قام بنفس الأمر وفرض الضرائب على القبائل اللي تحت إيديه. لكن قبيلة ولد زيد رفضت تأدي الضرائب لأنهم كينتميوا لمنطقة فقيرة والفلاحة فيها شبه منعدمة، لأن أغلب أراضيهم صخرية، واللي زاد الطين بلة بالنسبة لهم هو أن في تلك الفترة ضرب الجفاف المنطقة
بالإضافة لغزو الجراد لأراضيهم. لكن القايد عيسى بن عمر ما خداش بالأعذار ديالهم. في ظل هاد الأحداث بانت شخصية محمد بن ملوك الزرهوني اللي تساهم ثورة ولد زيد المسلحة في سنة 1895 ضد قوات القايد عيسى بن عمر، وشهدت مواجهات عنيفة بيناتهم، وتدخل باشا مدينة أسفي آنذاك حمزة بن هيمة لإنهاء هذا الصراع، وتقامت جلسة صلح بيناتهم في جامع الشيخ محمد صالح بأسفي. لكن مع ذلك بقى الوضع كما هو عليه، وتحدد موعد تاني، وهذه المرة كان في أحد المخازن كترجع الملكية ديالو لتاجر إسباني كان مقيم في أسفي سميتو خورخي. لكن جلسة الصلح هادي غتبدل بزاف سيناريو النزاع بين القايد عيسى بن عمر وقبيلة ولد زيد. بعد ما بدات جلسة الصلح وقف واحد الراجل من قبيلة ولد زيد باش يتكلم، ووقع تلاسل بينه وبين القايد عيسى بن عمر، وفي غفلة من الكل انقض عليه عيسى بن عمر وقطع عليه راسو بالسيف. ومع الصدمة ديال رجال ولد زيد وكذلك رجال القايد عيسى بن عمر بدا الاقتتال بيناتهم، والغلبة كانت رجال القايد عيسى بن عمر لأنهم كانوا مسلحين أكثر من رجال ولد زيد. وفي الأخير قرروا رجال قبيلة ولد زيد يهربوا. في الوقت اللي كانت واقعة هاد الأحداث داخل المخزن كان بزاف ديال الناس من ساكنة آسفي كيتسناو في الخارج نتيجة جلسة الصلح. لكن مع الهروب ديال رجال قبيلة ولد زيد وموراهم رجال القايد عيسى بن عمر، حتى الناس اللي كانوا خارج المخزن بداو كيجريو حتى هما باش توقع كارثة كبيرة، وبالضبط حتى قصر البحر، لأن في هذيك الفترة كان سور المدينة مازال لاصق في قصر البحر، والباب اللي كيدخل المدينة القديمة مسدود، وماتوا تقريبا 180 شخص، القلة منهم من قبيلة ولد زيد والأكثرية منهم من ساكنة مدينة آسفي، وكان المقتل ديالهم عن طريق الرفس. ووقعت هذه الفاجعة في سنة 1895، وهذه السنة ولات كتأرخ باسم عام الرفسة. وكانت هذه الحادثة هي نهاية ثورة ولد زيد بإعدام وسجن اللي بقى من رجالهم، واللي كان منهم محمد بن ملوك الزرهوني اللي تسجن في مدينة العريش وبقى فيها حتى مات. هذه الأحداث اللي ذكرنا هي أحداث تاريخية موثقة، لكن الأحداث اللي غنحكي دابا هي وقائع متداخل فيها الواقع مع الخيال. غداها المولود الشعبي المحلي ضاعت معها حقيقة ما وقع بالضبط بين عيسى بن عمر وخربوشة، وهذا للأمانة التاريخية فقط. بعد ما سال القايد عيسى بن عمر من صراعه مع رجال ولد زيد بدا كيقلب على خربوشة اللي كانت كتهينه في القصائد اللي كانت كتقول فيه، وهربت عند خوالها في ولاد سعيد بالشاوية وطلبت الحماية من قيد المنطقة آنذاك بوبكر بن بوزيد، وقرر فعلا أنه يحميها. لكن من عرف القايد عيسى بن عمر راسل القايد بوبكر وطلب منه يسلم ليه خربوشة ولا يرفع الأمر للسلطان، بداعي أن خربوشة وقبيلته كانوا متمردين على الحاكم. وقرر القايد بوبكر يسلم خربوشة لدار المخزن، لكن رجال القايد عيسى بن عمر كانوا مراقبين الوضع وقدروا يخطفوا خربوشة من كانوا غادين بها لدار المخزن ورجعوا بها لعند القايد عيسى بن عمر. تم سجن خربوشة في أحد سجون القايد عيسى بن عمر، واللي كان مسؤول عليها في السجن واحد من رجال القايد عيسى بن عمر سميتو الشايب، وكان كيعذبها بقسوة. وكانت خربوشة كترجى القايد عيسى بن عمر يعفو عليها، وكانت كتستعطفو ببنته السعدية اللي كانت عزيزة عليه، وقرر في الأخير أنه يعفو عليها. لكن كان فات الفوت، لأن خربوشة ماتت بسبب التعذيب اللي كانت كتعرض ليه من طرف الشايب، وتأثر القايد عيسى بن عمر بزاف بالموت ديالها. وهنا سالت حكاية خربوشة، لكن حكاية عيسى بن عمر مازال مستمرة. بعد فترة دخل المغرب في صراع على العرش بين مولاي عبد العزيز ومولاي عبد الحفيظ، ووقف القايد عيسى بن عمر في صف مولاي عبد الحفيظ. ومن بعد ما وقع مولاي عبد الحفيظ معاهدة الحماية مع فرنسا في سنة 1912، وكان عيسى بن عمر رافض الوجود الفرنسي في المغرب، وهذا ما خلى فرنسا تعتبره عدو لها. تم استدعاء القايد عيسى بن عمر للدار البيضاء باش يتلاقى مع المقيم العام الفرنسي المارشال ليوطي، وهو فخ كان مديور ليه باش يشدوه، وتم سجنه في مدينة سلا، وبعد ذلك وضعوه في الإقامة الجبرية.
من سنة 1914 حتى وفاته في سنة 1924، وتم دفنه في مقبرة الشهداء بسلة، وبعد ذلك تم نقل رفاته إعادة دفنه في موطن الرأس ديالو. للأمانة التاريخية مرة أخرى، القائد عيسى بن عمر ما كانش بهداك السوء اللي تصور به، وأن بزاف ديال القياد في المغرب كانوا أكثر سوء منه، بل إن ثورة ولاد زايد هي اللي لطخت ليه سمعته. وكاينة احتمالية كبيرة أن الاستعمار الفرنسي هو اللي زاد في قصة عيسى بن عمر مع خربوجة بزاف ديال البهارات الحارة باش تخرج مطبوخة على الهوا ديالهم، لأنه رفض وجودهم في المغرب، ومع علمهم أن عيسى بن عمر كان رجل قوي وعنده نفوذ وقادر على التأثير في الناس، لذلك سجنه وغداو بشكل مسموم قصته مع خربوجة. هذه قصة وحكيناها، وهما الآن بين يدي العدل، واللي عنده شي حق غياخده، فسبحان الله الذي لا تضيع عنده الحقوق والمظالم.